القاهرة. اللهم إن هذا صباحك قد أهل، فاجعل يا ربنا صباحنا صباح الصالحين، ومساءنا مساء الشاكرين، وألسنتنا ألسنة الذاكرين، وقلوبنا قلوب الخاشعين، وأبداننا أبدان الطائعين، وثبتنا واختم لنا بذلك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم شوية في حاجة لو فهمناها صح ممكن تغير حياتنا كلها. حافظي على بيتك، راعي ولادك، لم على جوزك، ما تبصيش في حياة غيرك، وامشي على قد الموجود علشان ربنا يكرمك. يمكن سمعنا الكلام ده كتير، بس هل فعلا بنطبقه ولا بقينا نسمعه ونعدي؟ خليني اسألك سؤال بسيط. اخر مرة حسيتي فيها بالرضا كانت امتى؟ مش بس رضا لحظة، لا، رضا حقيقي بيخليك تقولي الحمد لله من قلبك. الحقيقة ان اغلبنا بقى عايش في مقارنة، بنبص لغيرنا اكتر من بنبص لنفسنا. فلانة عندها بيت اكبر، فلانة جوزها بيجيب لها كل حاجة، فلانة حياتها شكلها مثالي، بس احنا مش شايفين الصورة كاملة. مش شايفين التعب ولا الضغوط ولا المشاكل اللي مستخبية ورا الصورة ديت. والمشكلة مش في انك تتمنى الاحسن، المشكلة لما تنسى اللي في ايدك. تعالى نهدى كده ونتكلم واحدة واحدة. اول حاجة، حافظ على بيتك. البيت مش جدران وخلاص، البيت بجد احساس. ممكن يكون صغير بس فيه راحة، ممكن يكون بسيط بس فيه حب، وفي بيوت كبيرة جدا بس ما فيهاش امان. انت اللي بتصنع الجو ده. الست هي المسؤولة الصراحة، بطريقتك، بكلامك، بهدوءك. مش لازم أن تكوني كاملة. لو ست عليها مثلا 80%، الراجل عليه 20، ماشي. انا بقولك الراجل ماشي عليه برضو جزء، بس الست هي اكبر حاجة. الست هي اللي تحافظ على البيت. بس مش لازم أن تكوني كاملة، بس حاولي تكوني سبب في ان المكان يبقى اهدى. تاني حاجة، راعي ولادك. العيال مش محتاجين رفاهية على قد ما محتاجين حنان. محتاجين يسمعوا حبيبة تعالى. محتاجين انت شاطر، انت جدع، تشجيع. محتاجين يحسوا انك موجود. ممكن تنسي نفسك علشانهم، بس الاهم انك تربيهم على الصح. كلمة حلوة، حاجات بتعيش جواهم العمر كله. لحظات حلوة، حاجة مثلا نجح اجيب له حاجة حلوة، اجيب له هدية، الحاجات دي بيفتكرها. تالت حاجة، لم على جوزك. العلاقة مش دايما سهلة، وفي ايام بتبقى صعبة جدا، بس بدل ما كل واحد يشد لوحده، حاولي تقربي. كلمة طيبة، تقدير بسيط، ممكن يفرق اكتر من اي حاجة. مش معنى كده انك تتحملي الغلط، لكن معنى كده انك تحافظي على اللي يستاهل. رابع حاجة، متبصيش لحياة غيرك، وديت اهم نقطة، لان المقارنة هي اسرع طريق للتعب. كل ما تبص لغيرك هتحس انك حاجات كتير ناقصاكي، حتى لو عندك حاجات حلوة كتير. ركزي في حياتك، في بيتك، في ولادك. كل واحد له طريقة ورزقه وظروفه. خامس حاجة، امشي على قد الموجود. ده مش ضعف، ده حكمة. لما تعيشي على قد امكانياتك هتريحي دماغك من ديون وضغط ومشاكل. مش لازم تجاري حد ولا تثبتي حاجة لحد. لان انا لابسه احسن لبس وولادي لابسين احسن حاجه، تمام، انا لبسهم وظبطهم بس بالمعقول. عيشي ببساطه وهتلاقي البركه بتدخل حياتك من غير ما تحسي، علشان ربنا يكرمك. الكرم مش دايما فلوس، ممكن يكون راحة بال، ممكن يكون اولاد كويسين، ممكن يكون بيت هادي، ممكن يكون صحة. الصحة احسن من 100 مال. في ناس ممكن يكون عندها فلوس كتير بس مش قادرة تستمتع بها عشان ما عندهمش الصحة، لكن لما يكون عندي صحة احسن من اي حاجة. ربنا بيكرم اللي راضي واللي بيحاول واللي بيشكر. خليني اقولك حاجة مهمة، انت مش مطالبة تكوني مثالية، انت بس محتاجة تبقي واعية، فاهمة قيمة اللي عندك. ولو تعبانة خد راحة، ولو مضغوطة اتكلمش، بس برضو مش تتكلم مع اي حد. تتكلم مع حد ما يستخدمش الكلام ده في وقت ضعفك ويستخدمه حاجة عليكي. يعني هتختاري بقى اللي تتكلمي معاه، مثلا مامتك، اختك. لكن حد غريب ولو حتى صديقة لا، متفضفضيش او طلع سر بيتك بره. ولو حاسه انك تايهه، ارجعي لنفسك، اسالي نفسك انا بجري ورا ايه. ولو الاجابه كانت علشان ابقى فلانه، عشان ابقى زي فلانه، يبقى لازم أن تقفي بقى هنا. انا لكن لو علشان تبقى احسن، ماشي، لكن علشان ابقى زي فلانه، لا 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 خالص. انا بعمل كده علشان ابقى احسن نسخه من نفسي. البيت اللي فيه ست واعيه حتى لو بسيط بيبقى مملكه، والست اللي راضيه ربنا بيراضيها من وسع.
ايه اكتر حاجة حاسة انك محتاجة تتغير في حياتك؟ افتكر دايما على قد الموجود ممكن تعيش مرتاح، ولو قلبك راضي هتعيش مرتاح. خليني اقولك موقف بسيط. مرة واحدة ست قالت لي انا مش ناقصني حاجة، بس حاسة اني مش مبسوطة. الجملة دي بتتكرر كتير، لان المشكلة مش دايما في اللي ناقصنا، المشكلة في اوقات بنكون في احاسيسنا احنا. انا مش ناقصني حاجة بس مش مبسوطة. بقينا متعودين نبص اللي مش عندنا وننسى اللي عندنا، مع ان اللي عندنا دي في ناس تانية بتبصله احنا مش حاسين بيه. خليني اقولك مثال. تخيلي يوم عادي كده في حياتك، صحيتي بدري، عملت فطار، صحيتي العيال، رتبت البيت، ويمكن لحقتي تعملي حاجة لنفسك. يوم عادي جدا، صح؟ بس لو حد محروم من الحاجات ديت هيشوفه نعمة كبيرة. فكرة الاعتياد دي هي اللي بتخلينا مش حاسين. علشان كده لازم كل شوية ونوقف تفكيرنا كده ونفتكر نعم ربنا علينا، مش بس في الكلام. خليني اقولك برضو، البيت الهادي مش بيجي من الفلوس، بيجي من الطاقة اللي فيه. لو انت طول الوقت متوترة هتلاقي البيت كله متوتر. لو بتزعقي كتير هتلاقي الصوت العالي بقى عادة، والعيال اتعودوا عليه، وابو العيال برضو اتعود عليه. لكن لو حاولت تهدي كده حتى لو مرة ورا مرة هتلاقي الفرق. مش سهل بس ممكن. وخلينا اكون صريحة معاكي، في ستات بتضيع بيتها وهي فاكرة انها بتدور على حقها. في فرق. بتقارن، بتضغط، بتزعل، وتنسى ان البيت محتاج هدوء قبل اي حاجة. وفي نفس الوقت في ستات بتضحي زيادة عن اللزوم وتنسى نفسها خالص، والاتنين غلط. التوازن هو الحل، يعني خير الامور الوسط. اهتمي ببيتك بس كمان اهتمي بنفسك. اعملي حاجة بتحبيها حتى لو بسيطة. كلمي نفسك بحنية طبطبي على نفسك زي ما بتقول. لان لو انت كويسة هتعرفي تدي. انت ما انتش كويسة مش هتعرفي تدي. يقولك فاقد الشيء لا يعطيه. لو انت تعبانة كل حاجة حواليك هتتأثر. خلينا ارجع لنقطة مهمة طيب، حكاية بقى نلم على جوازنا ازاي؟ يعني مش معناها انك تسكتي على الغلط ولا تتنازلي على كرامتك، لكن معناها انك تكوني ذكية في وقت الكلام وفي وقت السكوت وفي وقت الهدوء. مش لم على جوزك في الفلوس بس. مش كل حاجة تتحل بخناق، ولا كل موقف يستاهل رد فعل. اختاري قبل ما تفكري. يعني اختاري انا ههدى كده خالص، جوزي متعصب، لما يخلص خالص بعدين ابقى اخد موقف بعدين. حتى لو هو مش مثالي، حتى لو هو مقصر في حاجات، الكلمة الحلوة بتفرق. في رجالة كتير بتتغير لما تلاقي تقدير حقيقي. يعني لما تلاقيكي هادية هي بتبدأ تتعود ان انا غلطت. يعني لكن لو وقفت قباله، هو انت ست مش راجل عشان تقف قباله كلمة بكلمة. يعني لك خلي هدفك مش انك تباني وابتدائي سعيدة من قدام جديد. الناس، كل يوم لكن فرصة انك جديدة تكوني وكل مرتاحة من لحظة جواكي بداية بجد. جديدة. مع السلامة. سلام.